يا استاذ عبد ازي الرحمن، حضرتك؟ احنا النهارده بنسلم قطعه الاستاذ احمد نبيل 5 فدان. هو حاليا في اسبانيا. ايوه انا اخوه وانت الصغير. حضرتك بالنيابه عنه. ايوه مظبوط. ايه رايك وانت بتستلم ارضك النهارده؟ لا ما شاء الله حاجه يعني تشرف، وربنا يجعل فيها الخير يا رب، وربنا يسترها برضه يا استاذ محمد. كلامه كله صادق بصراحه. كلام كله صادق. اه طب بصراحه انت يعني. كان توقعاتك كده ولا كان اقل من كده ولا كان اكتر من كده؟ لا هو بصراحه يعني توقعاتي ما كانتش كده، يعني هو طلع فوق الخيال بصراحه. فوق الخيال؟ بصراحه دي اقل حاجه شغل نقدمها إن شاء 100% الله. بصراحه، ومسطره يعني. انت تشوف هنا كده انت كانك واقف شغل هندسه ده. ده بسم هو الله ما الاستاذ شاء احمد الله. دلوقتي في اسبانيا، تحب تقول له ايه دلوقتي؟ احب اقول له ربنا يدي لك خيرها ويكفيك شرها، وان شاء الله السنه اللي جايه او اللي بعدها تلاقي من وراها الخير كتير ان شاء الله. ان شاء الله. احنا اكتر والله. ان شاء الله تكبروا معانا مساحات تانية في الفتره باذن الجايه. الله باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ محمد عبده، حضرتك منورنا النهارده بتستلم قطعتك في بشار 2. ممكن حضرتك تقول لنا ايه رايك في اللي شفته النهارده؟ والله شيء كويس على اتفاق، وكله اتزرع تمام، والله يكون في عونكم على المشقة انتوا شايفينها في الصحراء، ونتمنى المزيد منكم والاهتمام اكتر، والاستاذ محمد يشكر انه اوفى بالميعاد اللي هو حدده، والزرع ممتاز، وضغطتوا الشغل يعني تقريبا بشار 4 واشتغلت برضه. البقال دخلت معانا في نفس الفترة رغم انها كانت موجودة بعدينا. ايه راي حضرتك في حجم الانجاز اللي تم على الارض؟ ما أنا بقول لك اهو، يعني انتوا دخلتوا كم قطعة او كم جزء في نفس الشغل، يعني 4 أو 3 دخل معانا مظبوط. رغم هم ما كانش ميعادهم، بس دخل معانا، ده انجاز. اتزرعوا قبل ميعادهم، دي حقيقة. اتزرعوا قبل ميعادهم، اه يعني الكمية كلها اتزرعت. احنا عندنا العملاء بتوع بشار 3 و4 اتزرعوا قبل ميعادهم. هم جم معانا كلهم. واستلمت في ميعادي وقبل ميعادي بشويه، يعني ما فيش تاخير يعني، الحمد لله. ربنا يجعلها بدايه خير يعني. يا رب كل حاجة تمام في الأرض يعني؟ تسلم ايديكم ما شاء الله. الحمد لله، إن شاء الله تبقى فتحة خير عليك باذن الله. بإذن الله. تسليم عندنا. بصراحة المواعيد تمام، ما اختلفتش في حاجة يعني. الحمد لله. هم قالوا لنا شهر 5 شهر 4 يعني، المواعيد مظبوط. مظبوط. وبعدين ما هي متصورة أصلا من فترة، وأنا شايفها كمان على الفيسبوك. مظبوط. متصورة من فترة مزروعة يعني احنا جايين أصلا الزيارة مؤخرة. حصل. تمام؟ تمام. بارك لك. قول لي إحساسك إيه لما نزلت الأرض وشفتها اتزرعت؟ إحساس جميل لا يصدق صراحة. يعني جيت هنا من 5-6 شهور تقريبا. كانت الأرض فاضية جدا جدا جدا. كان تقريبا بيفحروا ابار وبيدوا خراطيم، يعني كان لسه الوضع مبدئي. حاليا الوضع يشرف. يعطيكم الف عافيه ويرزقكم يا رب، ويرزقنا معاكم بإذن الله، ويطول عمركم، ووعدتم فاوفيتم. مساء الفل يا أستاذ نجدي. مساء الفل عليك. أخبارك إيه؟ تمام بخير الحمد لله. ألف مبروك، استلمت أرضك؟ الله يبارك فيك، الحمد لله استلمتها الحمد لله. قول لي إيه شعورك وأنت بتستلم أرضك؟ شفتها طبعا احنا كان عبارة عن وعود ان شاء الله في خلال 5-6 هنزرع، فالحمد لله تم الوفاء بالوعد يعني. الحمد لله شفتها الحمد لله. لسه جاي منها دلوقتي. بسم الله ما شاء الله، يعني الفسائل حلوه وجميله وشابه في الارض كده يعني. كنت متخيل لما تيجي تشوف الأرض هتلاقيها كده؟ والله انا كنت متوقع يعني، على اساس حاسس انه في مصداقيه من البدايه يعني. الحمد لله. حسيت انه الاستاذ محمد يعني قال ممكن في شهر 5-6، فانا قلت ممكن لو في تاخير يبقى مثلا تاخير شهر ولا بتاع، لك الحمد لله تم في الميعاد يعني. الحمد لله. ألف مبروك يا أستاذ نجدي. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ويبارك فيكم ويبارك في كل الاخوه العاملين معاكم يعني. تسلم يا أستاذ نجدي، تسلم. مساء الفل يا أستاذ أحمد. مساء الفل يا استاذ. أخبارك إيه؟ الحمد لله. ألف مبروك، استلمت أرضك على خير. قول لي ايه شعورك وانت بتستلم ارضك؟ لا يعني صراحة شعور جميل يعني. الواحد لما يشوف الحاجة بتاعته على أرض الواقع غير طبعا نشوفها على الورق. لسه أنا أول مرة أشوف المكان، وما شاء الله يعني حاجة تفرح يعني. بالنسبة للشغل اللي لسه بادئ، أنت حضرتك بتقول لسه ما كملش كام شهر، فلا يعني ما شاء الله المنظر جميل. وهستناه كمان بإذن الله يعني، مثلا نديله كمان أول سنة ولا حاجة يكون شكله هيبقى أفضل كمان بكتير، كان يكون يخضر. بس لا طبعا شعور لطيف في المكان بتاعك شفته بعينك. لا جزاك الله كل خير يعني على المجهود الجبار يعني.